لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تصرف غريب من يوسف فلايلي بحق حكم جزائرية. أثار لاعب مولودية الجزائر يوسف فلايلي الجدل خلال المباراة جمعت فريقه بوداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر بعد اعتداءه على الحكم غادة مخاض. وأشهرت غادة مخاض البطاقة الصفراء بوجه بلايلي بعد اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب، مما أثار غضب بلايلي الذي حاول مسك يدها لمنعها من رفع البطاقة. وانتشر فيديو الحادثة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المتابعين عن غضبهم من حالة الاعتداء على حكم أنثى بأي شكل من الأشكال، فيما رأى آخرون أن الاعتداء على الحكم أمر مرفوض من قبل أي لاعب لكونه تصرف مخالف لقوانين اللعبة بمعزل عن جنس الحكم ذكر كان أم أنثى.